حيث إننا نجد أن الناس أمام التمهيد لظهوره عليه السلام عدة أصناف منهم. صنف منهم وهم الذين يتمنون هذا الظهور المبارك ويمتلكون رغبة حقيقية واقعية، حيث تبعثه هذه الرغبة نحو العمل لتحقيق أساس وأهداف هذا الظهور المبارك المقدس. إذن علينا أن نكون من هذا الصنف. يجب أن تستحضر هذه النية أنك ترغب وتحب ظهور المولى سلام الله عليه. إذن علينا أن نكون من هذا الصنف الذي يسعى من حيث العمل لتحقيق هذه الرغبة، وذلك من خلال العمل على تفعيل أهم القيم الأخلاقية والتربوية في عصر الغيبة وأثرها في التمهيد لظهوره المبارك. وهنا وحسب التوجيه المركزي نقف عند بعض القيم التربوية، وأهمها ما يلي: أولاً وحدة قلوب شيعته ومحبيه. ثانياً الصبر على ظهوره المبارك. ثالثاً الصدق قولاً وفعلاً في التمهيد لظهوره المبارك. أما وحدة القلوب بين شيعته، حيث يشير الإمام عليه السلام في رسالته للشيخ المفيد رحمه الله على ضرورة تكاتف ووحدة قلوب المؤمنين بقوله: لو أن أشياعنا، انتبه للحديث، انتبه للرسالة، رسالة الإمام المهدي للمفيد، لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنه اليمنى بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره عنهم، والله المستعان، وهو حسبنا ونعم الوكيل. في هذه الرسالة يوجهنا عليه السلام إلى أن نوحد قلوبنا العطشة لرؤيته، وليس فقط أن نوحد أجسادنا، لأن توحيد القلوب أيها الأعزاء أهم، بل هو من يساهم في التمهيد لظهوره، فإن تنافر القلوب يؤدي لتأجيل الظهور. لذا يقال في البيت الشعري: إن القلوب إذا تنافر ودها مثل الزجاج كسرها لا يجبر.